أنمي النهاردة أحداثه بتدور في المستقبل، مستقبل قدر البشر يوصلوا فيه لمستوى رهيب من التطور، وده كله بسبب إن كل حاجة في العالم بقت بتعتمد على الطاقة الروحية للبشر. المشكلة بقى إن انتشار الطاقة الروحية في العالم بيجذب الشياطين لعالم البشر، واللي بيكونوا عاوزين يستولوا عليه بما إنهم بيتغذوا على الطاقة الروحية. لكن كل حاجة بتتغير لما بيتولد طفل عبقري بقوة خارقة، طفل مستوى قوته عالي جدا لدرجة إنها لو خرجت عن السيطرة هتدمر العالمين، وبسبب كده بيمر بتحديات رهيبة في السيطرة على قوته. فلو عاوزين تعرفوا إيه سر قوة الطفل ده وإزاي هينقذ عالم البشر خليكم معانا. بتبدأ أحداث أنمي النهاردة في مدينة هواشيو سنة 4386. بتشوف المدينة عايشة في أمان واستقرار، لكن فجأة بينزل برق من السماء وبتظهر بوابة حمراء كبيرة فوق المدينة، وبيخرج منها شيطان من المستوى الخامس في هيئة ضفدع عملاق بيطلع أشعة قوية جدا وبيدمر المدينة. الناس كلها بتترعب وبتهرب من قدام الضفدع ما عدا طفل صغير ماشي بكل هدوء. وقتها بيظهر فريق السحر في المدينة وبيحاربوه بكل قوتهم، وأثناء القتال ساحر منهم اسمه الشويي بيشوف الطفل الصغير اللي ماشي لوحده في الشارع، فبيروح بأقصى سرعة ينقذه، وبعدها بيروح عشان يخلص على الوحش. ومن وقتها والشويي بيكون بطل المدينة اللي هزم الضفدع العملاق. بعد 10 سنين من الهجوم، وبالأخص في مدرسة السحر الفصل 60، وفي بداية العام الدراسي الجديد في المدرسة، بنشوف الطلاب الجديدة واللي تم تصنيفهم على حسب قوتهم الروحية. بس في طالب بيكون واخد أقل تقييم اسمه وانج لينج، ده بيخلي بعض الطلبة يتنمروا عليه، لكن بتظهر فتاة قوية اسمها سون وبتنقذه. وبيجي ميعاد اختبار التصنيف علشان كل واحد ينضم للفصل بتاعه على حسب قوته، وبنكتشف ان الاختبار ده عبارة عن ضرب روح الضفدع العملاق واللي بيكون محبوس تحت المدرسة. فبيدخل الطلاب بالترتيب، وساعتها بنعرف ان الضفدع العملاق بيجمع الطاقة الروحية من كل طالب لما يضربه، وبيعمل كده طول ال10 سنين اللي فاتوا علشان يقدر يفك الأختام اللي عليه، لحد لما بيجي دور طالب اسمه تشين اللي بيتفوق على كل اللي سبقوه وبيكون أول طالب ينضم لفصل النخبة. وبيجي دور الطالبة السون اللي بضربة صغيرة منها بتحقق أعلى نتيجة في تاريخ المدرسة، وهي خارجة بيكون الدور على بطلنا وانج اللي مش مهتم أصلا، بيكون عايز يدخل فصل عادي، لكن المفاجأة إن الضفدع لما بيشوفه بيفتكر الليلة اللي اتهزم فيها. وبنشوف إن الشويي لما أنقذ الطفل وراح يخلص على الضفدع، الحقيقة إن ساعتها الضفدع اداله ضربة وطيره بعيد. وقتها جه الطفل الصغير وبضربة واحدة منه قدر يهزم الضفدع ويطيره، لكنه أخفى قوته عشان محدش يعرف. وبنرجع تاني للاختبار، وقبل ما وانج يضرب روح الضفدع الشاشات بتطفي والمكان بيحصل فيه خلل، وكله بيفكر إن الضفدع مات. بس وانج لما بيستخدم قوته بيعرف إنه حول نفسه لروح علشان يهرب من الضربة. بعدها بيروح الطلاب على فصولهم، وأول درس الفصل النخبة بيكون درس الاستحضار، واللي بنعرف إنه بمقدار الطاقة الروحية للطلاب يقدروا يستدعوا روح وحش من عالم تاني لمساعدتهم. ولما بيجي الدور على وانج بيحاول يستخدم طاقة قليلة، بس المفاجأة بيحصل انفجار ضخم وبيظهر الضفدع العملاق في صورة صغيرة، وبيكون خايف من وانج، وبسرعة المدرسة بتقدر تحوله لكلب صغير. بس واضح كده ان بعضهم انتبه لقوة وانج واللي بدأت من يوم ولادته الغريب. وعلشان نعرف اللي حصل في اليوم ده بنرجع للماضي. وقتها بنشوف الممرضة وهي خارجة بتعيط من أوضة العمليات اللي واضح انها اتدمرت، وبسبب كده الأب افتكر ان مراته وابنه حصل لهم حاجة، بس المفاجأة ان الممرضة بتقول له ان ابنه خرج ماشي على رجله. فبيتفاجئ الأب وبيغمى عليه، ولما بيفوق بيفهم ان ابنه طفل مش عادي، علشان كده بيحاولوا دايما انهم ما يخلوهوش يظهر قوته للناس، لحد لما بيتم 6 سنين وبتحصل حادثة الضفدع وبيهزموا بضربة واحدة. ومن وقتها الأب والأم خافوا ان الناس تعرف بقوته، فقرروا يخفوه لحد ما الأب قدر يجيب تميمة لكبح القوة عشان يمنع قوة ابنه من الظهور ويخليه قادر يتحكم فيها. لكن كل لما بيكبر قوته بتزيد وبيضعف تأثير التميمة عليه، عشان كده الأب بيعمل تميمة جديدة أقوى من القديمة وتتناسب مع قوة ابنه. ولما بيشوف وانج معاناة أهله بيقرر إنه يخفي قوته. وبنرجع تاني للوقت الحالي في فصل النخبة، واللي بيكون فيه انتخابات بين الطلاب علشان يختاروا المسؤول عن الفصل. فالسون بتعمل تعويذة سيطرة على الطلاب عشان يحبوها وينتخبوها، طبعا بتأثر على الكل ما عدا بطلنا وانج اللي بيدي السون حباية ذهبية من اللي أمه كانت بتديها له، لكنه افتكر إن الحباية دي كانت عشان تقلل طاقته الجبارة. فكانت النتيجة إن تعويذة سون بيبطل مفعولها على كل الطلاب وبتخسر الانتخابات. بس المشكلة إن المدرس فهم اللي عمله وانج وبدأ يلاحظ قوته الخارقة، وعلى طول بلغ الشويي واللي بيكون واضح إنه مكلف المدرس بمراقبة وانج. تاني يوم بيكون اختبار تحضير الحبوب السحرية في المدرسة، وكل طالب بيجيب أداة سحرية تساعده في الاختبار. وللأسف تشين بيتحمس زيادة عن اللزوم وبيدمر الأداة بتاعته واللي بتكون أثرية بالنسبة لعيلته، وده بيدخله في حالة صدمة، وبيقدر شيطان العقل إنه يسيطر عليه ويخليه يهجم على وانج وجو هاو اللي بيصيبه بسم وبيكون على وشك إنه يموت. بس وانج
بيقدر ينقذ تشين ويصلح غلطة جو هاو، وكمان بيساعدهم في الاختبار وبيصلح الأداة لتشين. وبكده قدر وانج لأول مرة يكون عنده أصدقاء، طبعا ده غير سون اللي واضح كده إنها معجبة بيه. تاني يوم بتروح سون عشان تتكلم مع وانج، اللي فجأة بيلاحظ من شباك الفصل قناص بيصوب عليها، فبيقدر وانج بنظرة بسيطة إنه يعمل له سحر ويخليه يغلط في التصويب، وبيكمل كلامه مع سون عادي. لكن فجأة بيدخل عليهم المدرس وبيطلب من وانج يروح مكتب المدير. المفاجأة إنه لما بيوصل مكتب المدير بيلاقي اللي مستنيه هو شويي، اللي بيكون جاي بيقول له إنه بيعتبره المعلم بتاعه، وكان بيدور عليه طول السنين اللي فاتت من يوم ما قتل الضفدع العملاق بضربة واحدة وخلى الناس كلها تعتقد إن شويي هو البطل اللي خلصهم من الوحش. وانج من غير ما يرد عليه بيعمل عليه تعويذة النسيان عشان ينسى إنه شافه أو عرفه أصلا. وبعدها بيوم بيخرج وانج مع السن وبيروحوا مدينة الملاهي، وهناك بيكون القتلة اللي حاولوا يقتلوا السن قبل كده متابعينها عشان يقتلوها، وبيحاولوا أكتر من مرة، لكن وانج في كل مرة بيوقفهم. وفي كل مرة لما حد بياخد باله من قوة وانج بيستخدم قوته وبيخلي كل الناس اللي في المكان تنسى اللي بيحصل. لكن في المرة الأخيرة بيقدر القاتلين إنهم يسيطروا على نفس العربية اللي راكب فيها وانج والسن وبيهددوهم بالأسلحة. والصدفة إن الشويي بيكون شايف اللي بيحصل فبيبلغ الفريق بتاعه عشان ينقذوا وانج والسن. أما السن فبتحاول تحمي وانج وبتطلب من القتلة إنهم يسيبوه يمشي في سلام. المفاجأة بقى إنها بتكتشف إن وانج أصلا مش محتاج حمايتها، وإنه بالفعل بدأ يسيطر على عقلهم ويتحكم فيه بسحره، وكمان خلاهم يرموا الأسلحة ويطيروا لفوق. بس المرة دي ما عملش تعويذة النسيان على السن، لكن خلاها توعده إنها تخفي سره عن كل الناس. وبنعرف بعد كده إن اللي عايزين يقتلوا السن هم فريق الظل الإجرامي، ولما فشلت محاولاتهم في قتلها قررت زعيمة الفرقة إنها تبعت أقوى فريق يهاجم المدرسة ويقتل السن. وبتبدأ المهمة، والفرقة اللي هتنفذ المهمة بتراقب المكان. ولما بتوصل سن وبيكون معاها وانج للمدرسة بيلاقوا المدير الشويي جاي يطمن عليهم بعد اللي حصل لهم امبارح، وبيقول لهم إنه قدر يقضي على قتلة مأجورين حاولوا يقتلوهم امبارح. وطبعا هو بيقول كده لأن وانج هو اللي عمل له تعويذة النسيان وغير ذكرياته، فبيخلي الشويي يعتقد إنه هو اللي قتلهم. وبيقول لهم إنه في رسالة تهديد بقتل السن جت المدرسة، وعشان كده هو جاب حراس أقوياء يحرسوا المدرسة، وكمان هيقعد سن واللي معاها في أوضة متأمنة بالطاقة. وبرغم من كل ده برضه بتقدر فرقة الظل إنها تدخل المدرسة وتقتل الحراس واحد ورا التاني. وبتشوف واحد بيستخدم قنابل سم وبيحاول ينشرها في المكان كله، لكن بيظهر قدامه المدرب زوكانج اللي بيقدر إنه يحاربه بكل شجاعة وقوة، وما بيهموش كل الأسلحة والقنابل اللي بيستخدمها المجرم، وبيقضي عليه. وبنشوف الضفدع العملاق بعد ما تحول لكلب، والخوف من وانج بيقرر يحمي المدرسة وبيقدر يقضي على مجرم تاني وبيحوله لشخص عجوز لما بيمتص كل طاقته. وفي نفس الوقت بيكون آخر قاتل فيهم متخفي على السطح ومستني الفرصة المناسبة، وساعتها وانج بيتحجج إن في طرد وصل له وبيخرج له وبيقول له إنه عارف مكانه وإن مخططهم لاغتيال سن فشل خلاص. فالقاتل بيتعصب جدا وبيمسك المطرقة بتاعته وبكل قوة بيضرب بيها وانج، لكن الضربة ولا بيكون ليها أي تأثير على وانج، بالعكس ده تأثيرها بيكون على المجرم نفسه. وقتها بيدخل شويي عليهم وبيشوف بطولة وانج الخارقة، لكن كالعادة وانج بيعمل عليه تعويذة علشان ينسى اللي شافه ويعتقد إنه هو اللي قتل المجرمين. وطبعا عشان يتقن التمثيلية وانج بيعمل نفسه مضروب من العصابة والشويي هو اللي شايله بعد ما أنقذه. سن لما بتشوفه كده طبعا بتخاف عليه جدا وبتجري عشان تحاول تفوقه، وبتقدم له كل العناية اللازمة وبتبني له في بيته وحدة عناية خاصة وبتجيب له كل الأدوية. كمان بيدوه أجازة من المدرسة، فبتيجي سن وتشين وجوها زيارة لوانج في بيته، وبعد ما بيطمنوا عليه بيلاقوا المدرسة عاملة اختبار قوة تاني اللي بيكون قياس للقوة عن طريق تكوين كرة النار اللي هيعملها كل طالب. والمدرسة 60 بتدخل منافسة مع المدرسة 59 واللي بيطلع متفوق فيها طالب اسمه تانج، لكن طبعا قدام قوة سن بتكون هي المتفوقة في المسابقة. المشكلة انه لما بيجي الدور على وانج بيحاول انه يقلل تماما من قوته عشان ما حدش يعرف السر بتاعه، لكن برضه طاقته بتكون عالية جدا، وعلشان ما يدمرش كوكب الأرض بيرمي الكرة في الفضاء، وبكده بيكون وانج هو الأول على كل الطلاب. طبعا الكل ما كانش مصدق القوة الرهيبة بتاعته واللي خلته على قائمة المتفوقين، وبيشككوا في النتيجة وبيقولوا ان وانج مستحيل يحقق المركز ده واكيد ده خلل في النظام. وبنعرف ان الاختبار ده اساسا كان عشان مسابقة السيف السنوية، ودلوقتي مديرين المدرسة 60 بيتناقشوا على الفريق اللي هيبعتوه للمسابقة. فبيقول المعلم شويي انه هيشارك بالأربعة الأقوياء ومنهم وانج صاحب المركز الأول، لكن بان بتقول له ان المسابقة بتطلب ان كل فريق يتكون من 5 مشتركين. المفاجأة بقى ان شو بيقول لها ان المتسابق الخامس اللي هيشترك في الفريق هو الكلب الخارق،
وبيعملوا اختبار قوة، وبيقول له إنه لو قدر يكسب في الاختبار ده هيحرره. وفعلا الكلب بيكسب الاختبار وكمان بيحقق المرتبة الثانية في القايمة بعد وانج. ساعتها تانج رئيس فريق الفصل 59 بيتعصب جدا، وبعدها بيعلنوا عن المسابقة وبيبلغوا الفريق اللي هيشترك عشان يتدربوا كويس في ال3 أيام اللي قبل المسابقة دول. وبيظهر تانج كمان وهو بيستعد للمسابقة بس على طريقته عشان ما يديش فرصة للفصل 60 يفوز، وعشان كده بيطلب من المجرم بو فانج يشترك معاهم في الفريق. أما وانج فبيحاول يدور على طريقة يهرب بيها من الاشتراك في المسابقة دي لأنه خايف إن قوته الكاملة تظهر وساعتها هتدمر كل حاجة. وبيظهر إن في طرف ثالث بيستعد للمسابقة برضه، وهو فريق الظل اللي لسه القائدة بتاعته بتحط خططها لتحقيق قائمة الاغتيالات بتاعتها. وفي الليلة اللي قبل المسابقة الشرطة وفريق السحر عرفوا مقر فريق الظل وراحوا يقبضوا عليهم، وفعلا قدروا يقبضوا على رئيسة الفريق أو بالأصح اللي افتكروا إنها الرئيسة. ولما بنرجع لوانج بتلاحظ إن التميمة بتاعته بدأت تضعف ومش قادر يتحكم في قوته، عشان كده بيقرر إنه هيروح المسابقة ويعمل إنه تعبان ويروح يتعالج خلال ال5 أيام. في نفس الوقت الشويي اللي كان هيروح معاهم المسابقة بتجيله أخبار إنهم قبضوا على رئيسة فريق الظل، علشان كده بيقرر إنه يروح يحقق معاها الأول. لكن الكارثة إن الموضوع كله بيطلع خدعة، والنسخة اللي قبضوا عليها بتطلع قنبلة قوية بتنفجر فيهم كلهم. ولما بيوصلوا وبيتعرف الفريقين على بعض بيظهر إن القوة الروحية بتاعت سيف وانج بتحفز قوته واللي بيخلي التميمة تضعف خالص. ولما بتحاول مدرسة من الفصل 59 تختبر قوته بتضرب عليه شعاع، ساعتها بتظهر أشعة قوية جدا من قوة وانج ومحدش بيفهم مصدر القوة ده جه منين. لكن الموضوع بينفع إن وانج يتظاهر بالتعب من اللي حصل ويروح يتعالج. المفاجأة بقى إن قائدة فريق الظل بتكون شافت كل اللي حصل، لكن بتجيلها أخبار إن القنبلة فشلت في التدمير، وده لأن الشويي قدر يوقفها في آخر لحظة، بس واضح إنها مجهزة خطط تانية. وبيدخلوا المكان عشان يتعرفوا على قوانين المسابقة، وواضح كده إن روح التنافس بينهم قوية جدا وكل فريق بيحاول يثبت قدراته. لكن طبعا المشرفين بتوعهم بيمنعوهم وبيطلبوا منهم يأجلوا كل حاجة للمسابقة. وسط كل ده وانج بيعمل حيلة كده وبيولع نار حواليه عشان يتخفى لحد ما يقدر يهرب منهم، وساعتها بيروح يتصل بابوه وبيقول له إن مفعول التميمة بدأ ينتهي وإنه عايز التميمة الجديدة حالا، لأن لو قوته الأصلية ظهرت هيدمر كل حاجة. فبيجري أبوه عشان يلحقه ويروح يسلمه التميمة. في الوقت ده بيشرحوا قوانين المسابقة للفرق المشتركة وبيقولوا لهم إنها مكونة من 5 مراحل: النار والمية والتراب والمعدن والخشب. بس واضح إن فريق 60 مش هيعرف يشترك عشان هم بقى 4 بس، فبيقولوا لهم إنهم هم كمان 4 بس. وقتها بيظهر المجرم بو فانج اللي على طول بيحاول يتقرب من سون، فبيتصدى له باقي الفريق، لكن بيكون قوي جدا وعنده طاقة رهيبة، فبيقدر إنه يضرب تشين بقوة وبيقطع له دراعه ويطيره بعيد. بس المفاجأة إن ساعتها اللي بينقذ تشين هو وانج اللي بيلحقه وبيرجع له دراعه تاني، وسط اندهاش واستغراب من الكل إن وانج بقى كويس وكمان أنقذ تشين بطريقة عجيبة. لا وكمان بيوقف الصراعات دي كلها وبيدخل فريقه علشان يستعدوا للمسابقة. طبعا كل ده ولسه قائدة فريق الظل بتراقب الموضوع، ولما بتشوف وانج لوحده بتروح عشان تسيطر عليه وتعرف سره. لكن وقتها بيشوفها بو فانج وبيحاول يتقرب منها، بس هي بتديله ضربة واحدة بتطيره بعيد وبتقضي على قوته تماما. وللأسف وانج بيكون في نفس المكان وهي بتشوفه وبتقبض عليه. بعدها بنشوفها وهي طالعة على السطح ومسكاهم في ايديها الاتنين كتفاهم بالأحبال السحرية اللي بنعرف ان اسمها اليونج. وبعدها بتقرر انها تتنكر في شخصية بو فانج عشان تنفذ مهمتها وتقتل سون، وبتروح لهم على الاجتماع بتاعهم على انها بو فانج وبتقول لهم انها شافت واحدة بتخطف وانج. ولما بتوصف لهم الست اللي خطفته بيقول المعلم الشويي اللي اخيرا وصل الاجتماع ان المواصفات دي بتاعت اليونج قائدة فريق الظل وانها اكيد جاية عشان تقتل سون. ساعتها الفريق 59 بيطلب من الطالبة بي انها تمسح المكان وتحدد الطاقة السحرية الغريبة اللي في المكان، وبالفعل باستخدام قدرتها بتقدر انها تعرف مكان وانج والخاطف، وبيقرروا يتحركوا لهناك بسرعة. طبعا حراس سون بيكونوا عاوزين يخبوها عشان يحموها، بس هي بتصمم تنضم للقتال عشان تنقذ وانج اللي بتعتبره اقرب صديق ليها. فعلا كلهم بيروحوا ينقذوه، وكمان معاهم الفريق 59 وقائدهم تانج اللي بدأ يحس بحاجة غريبة ناحية بو فانج وكأنه عرف انه مش هو. في نفس الوقت ده على السطح عند بو فانج ووانج، بو فانج بيحاول يحرر نفسه بأي طريقة لدرجة انه بيقول لحارس ليونج انه طول عمره نفسه ينضم لعصابة الظل ومستني الفرصة المناسبة، ولو حرره هيقول له كل المعلومات اللي محتاجينها عشان يخلصوا مهمتهم ويقتلوا السن. بس الحارس ده بيقول له انه كده الأحبال السحرية دي ليونج بس اللي تقدر تفكها. فبو فانج بيتريق عليه لانه بيفكره ضعيف، بس بتعويذة سحرية واحدة من الحارس كان هيفجر المبنى. وبيفهم بو فانج فرق القوة اللي ما بينهم فبيخاف اكتر، ولما بيسمع صوت الناس اللي جايه عشان تنقذهم بيفضل يطلب النجدة، بس الحارس بيضربه ضربة واحدة بيكسر بيها السطح وبيقع مغمى عليه في الدور اللي تحتهم. الغريب بقى ان لما الحارس بيبص لوانج بيقدر وانج بقوته السحرية الجبارة انه يشوف جزء من المستقبل
وبيعرف ان في معركة هتدور ما بين الحارس وما بين سون والفريق اللي جاي عشان ينقذهم، ولان التميمة السحرية بتاعته ما بقتش مسيطرة على قوته بيكون خايف انه بسبب المعركة دي قوته تخرج عن السيطرة ويفجر المكان كله، وعشان يتفادى كل ده بيستخدم وانج قوته وبيقدر انه يسيطر على الحارس ده ويكتفه مكانه. وكالعادة بيطلع المعلم شوي هو البطل وبيعمل عليه تعويذة تخليه متأكد انه هو اللي انقذهم. وقتها بتكون سون وباقي الفريق وصلوا لمكانه وشافوا اللي حصل. طبعا ليونج اللي متنكرة في شكل بوفانج لما بتشوف اللي حصل بتتغاظ جدا، وبيلاحظ ده تانج برضه وبيزيد شكه فيه. وقتها بنشوف بوفانج الاصلي وهو متكتف ومحبوس في الاوضه اللي تحت السطح مع مساعد وانج اللي وانج طلب منه انه يحرسه ويخبيه دلوقتي، وده لان وانج بيفتكر انه بعد اللي حصل ده كله اكيد المسابقه هتتلغي، خصوصا لو ما لقوش بوفانج، وبكده مش هيضطر يستعمل قوته السحريه قدام حد. بس المفاجاه انها مش بتتلغي، وتاني يوم بيعلنوا عن بدايتها وبيستعد الفريقين للدخول، وبيتصدم لما بيشوف بوفانج جاي يحضر المسابقه عادي. ده طبعا لانه ما يعرفش ان ليونج هي المتنكره في شكله حاليا عشان تكمل مهمتها وتستغل لحظه مناسبه في المسابقه تقتل فيها سون. وقتها بيوصل ابو وانج اللي بيحاول يوصل له عشان يديله التميمه الجديده، لكن للاسف ما بيلحقهوش لانه دخل المسابقه خلاص. لكنه بيقابل المعلم شويي اللي بيرحب بيه وعلى طول بيفهمه ان طاقه وانج الكامله هتطلع وتدمر كل حاجه، وانه لازم يوصل له تميمه التحكم فورا. ولما بيدخلوا حلبة المسابقة بيكون تانج في هيكل التراب وبيقدروا يستولوا عليه بكل سهولة من الفريق 60، وفي هيكل المعدن بيكون تشين قصاد بنت اسمها شياو بي، واللي واضح انها قوية جدا قدرت تسيطر على عقل تشين وتخليه يضرب نفسه، وطبعا بتستولي على الهيكل لصالح فريقها. اما الكلب فبيكون قصاد بوفانج المزيف في هيكل النار، وبيظهر ان قوتهم هما الاتنين متعادلة. اما وانج فبيكون في هيكل الخشب، والمنافس اللي قدامه طبعا شايفه ضعيف وهيكسبه بسهولة، لكن جو هاو صاحبه بيجي في الوقت المناسب ويحارب بداله، لكن واضح ان المنافس ده اقوى منه. في الوقت ده بتكون سون في هيكل المية وبتحاول تسيطر عليه، لكن بيجي تانج يمنعها ويحاربها. وقتها بيسمعوا النتيجة اللي بتقول ان فريق 59 استولى على 3 هياكل، والفريق 60 ما اخدش ولا هيكل لسه، وده لان بوفانج هزم الكلب واستولى على هيكل النار. وطبعا بما ان تانج عرف ان بوفانج اللي معاهم مزيف وانه اكيد من طرف فريق الظل وهدفه يقتل سون، فبيطلب منه يجي عشان يحقق هدفه. سون وقتها بتكون عاوزة تستولي على الهيكل بسرعة، لكن للأسف بتسمع النتيجة وهي هزيمة تشين، وبكده يكون الفريق 59 استولى على 4 هياكل وفاضل 1 بس. ساعتها سون بتجمع كل قوتها وبتحارب تانج بكل شجاعة عشان تستولي على الهيكل، وبالرغم انها بتحقق انتصارات عليه لكن للأسف بيوصل بوفانج وبيحوطوها من كل جانب. بس المفاجأة ان وقتها بتظهر رياح قوية جدا وكأن في قوة جديدة ظهرت. ساعتها سون بتقدر تهرب وتنقذ نفسها، فبيروح بوفانج يدور عليها وتانج بيستولي على الهيكل، وبكده بيكون الفريق 59 استولى على كل الهياكل. لكن فجأة النتيجة بتعلن ان فريق 60 استولى على هيكل الخشب منهم، وبيظهر ان وانج بدأ يشترك في المسابقة بعد ما اتحد مع الكلب الخارق علشان يسيطر على قوته، وشكلنا كده قدام بطل جديد والنتيجة هتتغير تماما. وعشان نفهم اللي حصل هنرجع شوية بالوقت في هيكل الخشب لما كان جو هاو بيحارب المنافس بدل وانج اللي كان اغمى عليه اصلا. بس المشكلة ان وقتها التميمة بتاعته ضعفت اكتر وبقى مش قادر يسيطر على الطاقة بتاعته. وقتها الكلب بيشوف اللي بيحصل فبيجري على وانج وبيعضه وبياخد طاقته السلبية كلها، وساعتها بيقدر وانج انه يسيطر على طاقته السلبية دي ويتحكم فيها كمان، وبيتحد الكلب مع وانج كأنهم شخص واحد. والمفاجأة بقى ان بلمسة واحدة منه بيقدر يكسر السيف بتاع المنافس، والاغرب انه بمجرد ما بيحط ايده على كتفه بيطيره لفوق كأن شاحنة ضخمة خبطته، وبكده بيسيطروا على الهيكل. وبعدها بيروحوا يستولوا على هيكل النار كمان، وبيظهر ان وانج هيخلي فريقه يكسب المسابقة. طبعا تانج لما بيعرف اللي حصل بيتعصب جدا وبيبدأ يحط خطة جديدة للمواجهة. وقتها بيروح وانج علشان يطمن على تشين ويفوقه من الغيبوبة اللي هو فيها بعد ما البنت ضربته، وبيقدروا يستولوا على الهيكل الثالث كمان. لكن للأسف ما بيلحقوش يفرحوا لأنهم بيلاقوا فريق 59 رجع يستولي على الهياكل منهم تاني، ويظهر كده ان الخطة اللي عملها تانج نجحت. لكن وانج بيفهم خطة تانج وبيحط خطة ضده. وقتها السن وجو هاو بيتصلوا بيهم وبيتعاون الفريق كله في الخطة الجديدة، وبتبدأ السن وجو هاو الخطة وبيروحوا علشان يستولوا على هيكل النار. وفي الوقت ده بيقدر وانج انه يستولي على هيكل تاني، وبكده بيكون الفريق 59 معاه هيكلين بس، لكن الفريق 60 معاه 3 هياكل. بس المفاجأة بقى ان بوفانج وقتها او قائدة الظل بتكون بتستعد عشان هي كمان تنفذ خطتها، لان تانج وعدها انه مش مهتم هو مين، بس المهم انه لو ساعدهم يكسبوا الفريق بتاعهم هو هيساعده انه يقتل سن. فبيروح بوفانج على هيكل المعدن، وهناك بيقابل تشين الحارس عليه، ويظهر كده انه ناوي يقتله ويخترق كل القوانين.
وقتها بتكون سون وصلت خلاص لمركز هيكل النار، لكن للأسف بتلاقي الحارس اللي عليه بيمنعها إنها تسيطر عليه بالرغم من مساعدات جو هاو ليها. وللأسف وقتها بيوصل تانج وبيعمل له بديل روحي عشان يكونوا هما الثلاثة في مواجهة سون ويهزموها. ويظهر إن تانج كان حاطط الخطة دي من البداية، وإنه هيخلي واحدة منهم تراقب وانج عشان لو اتحرك تبلغهم، لأن ده الوحيد اللي ممكن يهزمهم. ودلوقتي هم عايزين يسيطروا على الهياكل السهلة لحد ما يوصلوا كلهم مع بعض للهيكل اللي فيه وانج ويواجهوا سوا. لكن سون متأكدة إن تشين اللي موجود في هيكل المعدن هيقدر يهزم بو فينج ويحافظ على الهيكل. ويظهر إنها عندها حق، لأن تشين فعلا بيحارب بكل طاقته، بس كان بيصد هجمات بو فينج ومش بيهاجمه علشان ما يستنفذش طاقته. وبيفتكر كل تعليمات أبوه وهو صغير لما كان بيدربه ويقول له إنه لازم ما يبقاش جبان عشان هو محارب قوي. لكن بو فينج بيجرب حيلة جديدة وأقوى، فبيجمع كل طاقته وبيمسك ذرات المعدن عشان يحدفها كلها على تشين. المفاجأة بقى إن تشين برضه بيقدر يتصداله، بس المرة دي بمساعدة السيف الأثري بتاع أبوه، اللي واضح إنه فيه قوة رهيبة بتقدر تحميه وتعمل حواليه طاقة دفاعية قوية. وقتها تانج بيحس إن بو فينج أخد وقت طويل في إنه يخلص على تشين، فبتقول له سون إنه مش هيقدر يهزمهم، وبتكون هي كمان مجهزة خطة مع جو هاو وبتديله إشارة علشان يبدأ ينفذها. أما سون فبتجمع كل قوتها وبتفتكر كراهيتها لتانج من وهم أطفال وهو كان بيستفزها، وبتهجم على البديل بتاعه بكل قوة. وقتها بنشوف تشين وهو لسه بيحاول يتصدى لقوة بو فينج اللي يظهر إنه أقوى منه وبيعمل له كل الحيل عشان يقتله. لكن تشين بيرفض الهزيمة وبيحاول بكل الطرق زي ما بتحاول سون إنها تقضي على بديل تانج. بس المفاجأة بقى إن كل ده بيحصل عقبال ما خطة جو هاو تكمل، وبيقدر ساعتها يستدعي قوة سيفه الأثري واللي بتكون طاقة روحية على شكل طائر ضخم، وبتقدر إنها تخليهم كلهم ينتصروا على الأعداء. وطبعا ده بمساعدة الطاقة الروحية بتاعة سيف سون. فبنشوفها وهي بتضرب تانج واللي معاه بكل قوة وبتطيرهم بعيد، وكمان بتدي لتشين قوة روحية بتخليه يقوم يضرب بو فينج ويهزمه ويرجع يستولي على الهيكل. وبكده بيفوز الفصل 60 ب4 هياكل، وفريق تانج بيكون معاه هيكل واحد بس الوضع للأسف بيسوء تاني لما قائدة الظل ما بتكونش قادرة تستحمل الاستفزاز ده وإنها مش قادرة تهزم تشين، فبتقرر إنها تظهر بشخصيتها الحقيقية وتحقق اللي هي عايزاه وتتقلب على الكل. وفعلا بنشوفها وهي بتتحول لحياتها وبتستعد للانتقام منهم كلهم. ولما بنشوف اللي استولى على الهيكل الرابع وحقق الانتصار بنلاقي إنه وانج نفسه، لأنه على حسب الخطة اتخفى وخلى الكلب الخارق مكانه عشان اللي بتراقبه ما تاخدش بالها إنه اتحرك أصلا. وقتها هو بيروح يسيطر على الهيكل. كل ده وأبوه واقف بيراقب المسابقة كلها من الشاشة وشايف اللي بيعمله ابنه وفخور بيه، لكنه خايف إن التميمة تفقد قوتها وساعتها ابنه هيكون في خطر. وده لأن الأب عارف إن التميمة بتأثر على مشاعر وانج وبتخليه ما بيحسش بأي مشاعر ولا فارق معاه نجاح أو فشل، وطول الوقت ما عندهوش أصحاب ولا ناس بتحبه بالرغم إنه ناجح جدا ودايما بيطلع من الأوائل. لكن لما كان حد يحاول يتعرف عليه ويحاول يكون صديق ليه كان على طول بيرفضه وبيبعد عنه، وبقى فاقد الشغف في الحياة أصلا بالرغم إنه لسه شاب في بداية حياته. لكن من وقت ما عرف سون وتعرف على أصحابه من الفريق 60 وبدأت مشاعره تتحرك وكأنه شخص طبيعي. بعدها بنرجع للسون وجو هاو بعد ما سيطروا على هيكل النار وبيكملوا بقية الخطة. فبيروح جو هاو عشان يشوف تشين، وللأسف لما بيوصل له بيكون متكتف في الشجرة ومطحون من الضرب، فبيصرخ من الرعب وبيدور على حد يساعده. أما السون فبتروح عند وانج عشان تطمن عليه، ويظهر إنها جت في الوقت المناسب لأن التميمة بدأت تفقد تأثيرها وقوة وانج هتنطلق خلاص. فبتمسك إيده وبتسيطر عليه فبيرجع لحالته الطبيعية لحد ما بيقدروا يستولوا على الهيكل الأخير، وبكده بيفوز فريق 60 وبيخسر فريق تانج كل الهياكل. بس المشكلة إنهم وقتها بيشوفوا الإصابات اللي تعرض لها تشين، فبيعرفوا إن اللي عمل كده أكيد واحد من وحوش فريق الظل. وفجأة بيلاقوا قائدة فريق الظل ظهرت من ورا سون ورمت عليها تعويذة طلوع الروح، وبتموت سون في ساعتها. وده اللي بيخلي وانج بيفقد السيطرة وبيتحول لوحش وبتنفجر كل طاقته الروحية. الكلب الخارق بيجري بسرعة عشان يلحق وانج قبل ما يدمر العالم، وبيعمل تعويذة توقف الزمن عشان يمنعه حتى من الحركة، وكلهم فعلا بيقفوا وكل حاجة بتثبت مكانها. لكن قوة وانج وغضبه بيقدر يكسر التعويذة ويكسر حاجز الزمن، وبيمسك القائدة وبيفضل يضربها ويصب كل غضبه عليها من غير توقف، وبيضربها مرة ورا التانية وبيطيرها وبيطير وراها عشان يكمل ضرب.
وبيحاول ينتقم منها بكل الطرق، وطبعا مفيش ولا تعويذة من اللي بتعملهم بتأثر فيه لأنه قوي جدا وغضبه مسيطر عليه وحوله الوحش. وفجأة بيضربها ضربة قوية وبيجمع كل طاقته وبيستعد عشان يقضي عليها تماما، لكن بيفتكر السن وبيهدى خالص وبيقدر يسيطر على نفسه تاني وبيرجع جري عشان يعمل عليها كل التعويذ بتاعته عشان يرجعها للحياة، لكن مفيش فايدة. وبيقول له الكلب إن قائدة الظل خرجت روحها وقطعتها كمان. وانج بيقول له إنه لسه حاسسها بتتنفس، فبيفهمه الكلب إن ده من تأثير التعويذة بتاعت الزمن اللي عملها، لكنه أول ما يوقف التعويذة دي هتخرج آخر أنفاس سن وهتموت. وانج بيتعصب وبيطلب من الكلب يشوف له أي طريقة يقدر ينقذ بيها سن، فبيقول له الكلب إنه ممكن يفضل موقف له الزمن عشان تفضل سن معاه شبه ميتة كده لكن في شوية حياة، لكن طبعا بكده الزمن هيقف لكل الناس، وطبعا بيرفض الحل ده. فبيقول له الكلب إن كده مفيش غير طريقة واحدة بس ينقذ بيها سن، وهو إنه يرجع بالزمن لورا ويعيد كل الأحداث من تاني. وبيختار وانج إنه يرجع بالزمن لكن بالسنة اللي هم فيها بس، وفعلا بيتحد مع الكلب الخارق لأنه بيقدر يتحكم بالوقت، وبيعملوا سوا تعويذة قوية بيقدر فيها إنه يعمل عالم جديد بيبدأ بالسنة بتاعتهم بس. وفعلا بتبدأ السنة بأول يوم في المدرسة لما قابل المتنمرين، بس المرة دي اللي دافع عنه هو تشين وجو هاو مش سن. وفي الفصل كمان سن مش موجودة خالص وبدلها بنت تانية، واللي بقى بيخرج معاه هم تشين وجو هاو بس. فبيحاول يدور عليها في كل مكان وهو أصلا مش عارف بيدور على مين بالظبط، وحياته بقت مملة. المشكلة دلوقتي إن العالم الجديد اللي عمله ده بياخد من طاقة العالم القديم اللي ممكن ينتهي بسبب كده، بس المفاجأة إن السن لما بتروح طاقتها الروحية لعالم الأرواح بيعرفوا إن وانج صاحب أكبر طاقة روحية كان بيحبها، وبيكونوا عارفين إنه ممكن يدمر العالم لو غضب، عشان كده بيقرروا يرجعوا لها طاقتها الروحية. وبترجع السن تاني وبتسأل إيه اللي حصل لها، فبيجاوبها روح السيف بتاع وانج وبيقول لها على اللي عمله وانج عشان خاطرها، وبيقول لها إنهم لازم ينقذوا العالم ده ويرجعوا وانج قبل فوات الأوان. في نفس الوقت وانج بيعيد نفس الذكريات وبيروح نفس الأماكن بس مع تشين وجو هاو، لكنه طول الوقت حاسس إنه في حاجة ناقصة وكأنه عمل كل ده قبل كده لكن مع حد مميز، فبيقول لأصحابه على اللي حاسس بيه. وعشان تقدر السن إنها تفوق وانج لازم تستعين بسيفه ويروحوا العالم بتاعه ويرجعوه. وفعلا بتجمع سن كل قوتها وبتطير على عالم وانج وبتواجه كل العواصف والطاقات السلبية اللي بتقابلها وبتنتصر عليها عشان تكمل طريقها لوانج، واخيرا بتقدر انها توصل له. وبيودع اصحابه في العالم التاني وبيقول لهم انه لازم يروح ورا قلبه. وفجأة بتضرب السيف بتاعه في الحاجز اللي حواليه فبيتكسر الحاجز وبيرجع وانج لطبيعته اخيرا، وبتقدر انها ترجعه مرة تانية لعالمهم القديم، بس ساعتها بيرجعوا بالوقت للمسابقة من تاني، وفي الوقت اللي خلاص هتظهر فيه قائدة الظل على حقيقتها. وقتها بيعمل وانج تعويذة عليها وبيحبسها في لحظتها، وبكده بيفوز فريقه في المسابقة وبترجع الحياة لطبيعتها. لكن المشكلة ان التعويذة اللي عملها وانج هتخليهم يفقدوا ذكرياتهم الجديدة، وسن هتفقد ذكرياتها عن وانج، لكنها بتقول له انها اكيد هتحبه من جديد، بس المهم انهم ينقذوا العالم. وفعلا بيرجعوا لعالمهم الحقيقي، وقتها بيكونوا كلهم فرحانين بالفوز. واخيرا بيوصل له ابوه بالتميمة الجديدة اللي هتخليه يتحكم في مشاعره بشكل اقوى. وفي الوقت اللي بيركب له ابوه التميمة الجديدة بيكون الكلب الخارق الوحيد اللي عارف الحقيقة، وده لان كلهم مش فاكرين اي حاجة عن تغيير الزمن اللي حصل. والحاجة الوحيدة الكويسة في الموضوع انهم قدروا يقبضوا على قائدة منظمة الظل، بس المشكلة دلوقتي انهم مش عارفين مين اللي كان مكلف جماعة الظل بقتل السن. ويظهر ان العواقب بدأت تظهر فعلا، لان اللي حصل اثر على الطاقة الروحية في العالم بتاعهم ومعظم الاجهزة توقفت وحياة الناس كلها اتأثرت. اما بطلنا وانج فواضح كده ان التغييرات اثرت عليه هو شخصيا وبقى اهدى وطول الوقت قاعد لوحده على جنب بعيد عنهم. وقتها بتدخل المدرسة وبتهنيهم على نجاحهم في المسابقة، وده اللي خلى الحكومة تهتم بيهم، عشان كده هيعملوا لهم اختبارات جديدة واللي هيفشل فيها يطردوه. طبعا كلهم بيجروا على وانج وفاكرين انه ضعيف وبيحاولوا ينقلوا له من طاقتهم عشان يبقى اقوى، لكن الوحيد اللي كان محتاج مساعدة هو جو هاو اللي بيتحايل على وانج يتعاون معاه ويعملوا حبوب قوة تخليهم يعدوا الاختبار ده. وتاني يوم بتبدأ المسابقة واللي بتكون عبارة عن دايرة كبيرة بيدخل جواها كل طالب، وعلى حسب طاقته بتتكون عاصفة فوقه، واللي هيقدر يتحمل صواعق عاصفته هينجح في الامتحان. والقوة الاختبار ده بيفشل طلاب كتير، وفي الوقت ده بيكون جو هاو ووانج في المعمل علشان الحبوب. فجأة بتدخل عليهم المعلمة بان وبتسألهم بيعملوا ايه في الموقد اللي بيسخنوه ده. جو هاو خلى الكلب يشغلها في الوقت اللي اكل حبات الطاقة كلها لوحده، وكانت النتيجة ان الطاقة انفجرت في جسمه، بس وانج انقذه بضربة واحدة من ايده. بيفوق جو هاو وبيلاقي نفسه في ارض المسابقة والدور الجاي عليه. المشكلة انه بيلاقي وقت مفعول الحبوب انتهى، فبيعرف انه هيخسر، بس المفاجأة انه بينجح في الاختبار وبقوة كمان. وطبعا بنعرف وقتها ان ده من تأثير ضربة وانج ليه اللي اديته طاقة زيادة. اما وانج بقى فلما بيدخل حلبة المسابقة طبعا طاقته بتعمل اقوى عاصفة بتوصل لابعد الحدود ومحدش بيعرف
بيعرف يوقفها واللي بيأثر على الطاقة الحيوية في البلد كلها وبيقفل كل الأجهزة والأضواء، لحد ما بيبعت وانج نفسه الحل للسن وبيطلب منها تستخدم سيفه الروحي في قطع مصدر الطاقة، وبتقدر تقطعه في آخر دقيقة وتنقذ العالم. بس للأسف اللي حصل ده برضو كانت له تأثيرات مرعبة، وهو إنه عمل فتحة في الغلاف الجوي لعالم تاني واتنقلت الطاقة الروحية من خلالها للعالم ده. والمفاجأة إن العالم التاني ده هو عالم الشياطين. فبيسألهم الملك عن مصدر الطاقة اللي دخلت عالمهم، فبيقولوا له إنها جاية من الأرض. فبيستغرب الملك وبيسألهم إزاي لسه عالم البشر ده موجود وهم المفروض بعتوا واحد من أقوى ملوك الشياطين عشان يدمروا. المفاجأة بقى إنهم يقصدوا الضفدع العملاق، فبيطمنوا المستشار بتاعه وبيقول له إنه هو اللي مدرب الضفدع ده وإنه يعتبر من أقوى الشياطين وأكيد نجح في مهمته، وهو هيروح بنفسه يرجعه لعالم الشياطين. لكن لما بيوصل المستشار للأرض بيفضل تليفون الكلب يرن كتير. وقتها بيلاحظ المساعد الروحي وبيسأله عن اللي بيحصل، فبيحكي له كل حاجة، وطبعا وانج بيكون سامعهم. المهم إن الأب بعد التغيرات اللي حصلت على ابنه وانج بيكون محتاج يغير التميمة عشان يعمل عليها تعديلات، وبيطلب من الكلب يساعده يعملوا الموضوع ده قبل زيارة المدرسة بان الليلة. فبيجهز التميمة اللي المفروض يركبها وبيديها للكلب هو يركبها في نفس الوقت اللي الأب هيشيل فيه الشريحة القديمة. بس المشكلة إن الكلب ركبها بالمقلوب، وفجأة لقوا وانج بيقول كلام مش مفهوم وبدأ يتغير وكأنه هينفجر والطاقة هتخرج منه وتدمر العالم. بس المفاجأة إن الكلب بيقدر يحتوي طاقة وانج الروحية وبينقذهم في الوقت المناسب. لكن للأسف لما الكلب استخدم طاقته قدر مستشار الشر يحدد مكانه ويروح له، وطبعا تأثيره واضح في أي مكان يمشي فيه لأنه بيتقلب خراب. ولسوء الحظ بتوصل المعلمة بان في نفس اللحظة، وطبعا الأب ما بيكونش لحق يغير التميمة المتركبة غلط، فبيتصرف بشكل غريب وكأنه جواه فرط طاقة وبيرد على بان وكأنه روبوت، وكل ما تقول لهم إنه بيأثر في حاجة من تمرينات المدرسة أو الواجبات كان بيحلها لها فورا ويثبت لها إنه عبقري. فالأم بتقلق على ابنها وبتطلب من الأب يصلح التميمة عقبال ما تحاول هي تشغل المعلمة بان. وفعلا بيقدر الأب إنه أخيرا يركب الشريحة ويعدلها، لكن برضه بيكون فيها خلل وبتعمل مشاكل. وقتها بتكون الأم نازلة مع بان، لكن لما بتشوف الوضع الكارثي ده بتاخد المعلمة بان وبتشغلها تاني، لكنها بتنتهز الفرصة وبتفضل تتكلم معاها عن ابنها وانج وتقول لها إنه طيب ومحتاج حد يشجعه عشان يكون أقوى. بس للأسف وقتها الخلل اللي في تميمة وانج بيكبر وبتتسرب طاقته الروحية بشكل مفاجئ وشكلها كده هتدمر الكل. المفاجأة إن وقتها بيوصل مستشار الشر وبيقف عند باب البيت، ولسه يا دوب بيفتح الباب لقى طاقة وانج انفجرت كلها في وشه وطيرته بعيد ودمرته. وقتها بتنتهي زيارة بان اللي بتشكرهم وبتوعدهم إنها تعامل ابنهم بطريقة أفضل. ولما بنرجع في الزمن 10 سنين لورا بنشوف واحدة ست جميلة جدا اسمها يو على طيارة ومعاها حبيبها اللي معروف باسم الجمال الخالد أو القاتل رقم 1. وفجأة بيحصل اختلال في الطيارة وبتولع نار وبتتقسم بالنص. الجمال الخالد بيحاول ينقذ حبيبته يو لكن مفيش فايدة، بتتسحب وبتخرج من الطيارة، ومن وقتها ومحدش يعرف مكان الجمال الخالد ولا حبيبته يو. ودي كانت المعلومات اللي بيعرفها جو هاو عن القاتل رقم 1 واللي بيقولها الوانج واصحابه في الوقت الحالي وهم في الفصل. لكن المعلمة بان بتتدخل وبتقطع كلامهم عشان تعرفهم على الطالبة الجديدة اللي انضمت للفصل واسمها لين. المفاجأة ان وانج اول ما بيشوف البنت دي بيحس انه شافها قبل كده، ممكن يكون في عالم غير العالم بتاعه. المهم انه في الوقت ده بيكون المعلم زي كانج في مهمة للقبض على يو اللي ظهرت دلوقتي بعد 10 سنين عشان تدمر العالم. وعلى الناحية التانية بنشوف فريق السحر وهو بيتابعه. المفاجأة بقى ان زي كانج بيلاقيها وبيروح عشان يقبض عليها، لكن بتطلع دي خدعة يو الحقيقة عاملاها وحطت مكانها قنبلة كبيرة بتنفجر اول ما بيقرب زي كانج. اما يو فبتروح على هدفها الاصلي وهو اختها قائدة فريق الظل اللي حبسها شويه تحت المدرسة. ولما بتدخل المدرسة بيشوفها وانج واصحابه فبيجروا عشان يراقبوها وبيفضلوا ماشيين وراها لحد ما بيدخلوا وراها أوضة غريبة كده بس ما بتكونش فيها. فجأة بيلاقوا لان الطالبة الجديدة داخلة وبتترعب لما بتشوفهم، لكن بتقول لهم ان دي أوضتها. فجأة وهم بيتخانقوا بيفتحوا بوابة سرية في الأرض. المفاجأة ان الأوضة دي بتوصلهم لمكان ضخم وهو ده اللي محبوسة فيه قائدة الظل، واللي قدامها دلوقتي أختها اللي مش جاية عشان تنقذها، لا ده عشان تقتلها، وده لأنها عايزة تنتقم منها لأنها متأكدة انها السبب في حادثة الطيارة اللي عملتها عشان تقتلها وتاخد منصبها كرئيسة لفريق الظل. وطبعا كالعادة وانج بينقذ أصحابه اللي وقعوا من الباب المتخفي وبيدخلهم في أوضة سرية. بس المفاجأة ان الأوضة دي بتكون أوضة الجمال الخالد اللي من وقت الحادثة وهو مستقر تحت المدرسة وبيحكي قصته على بردية. وفي نفس الوقت يو بتحكي لأختها وبتقول لها انها كانت عايشة
عايشة في سعادة مع حب حياتها الجمال الخالد، لحد ما حصلت الحادثة وفرقتهم عن بعض طول ال10 سنين. وساعتها هي راحت لعالم الشر وفضلت فيه طول السنين دي وهي بتفكر تنتقم من اللي بعدها عن حبيبها، لحد ما جت الفرصة المناسبة وعرفت مكان أختها، ودلوقتي جاية تنتقم منها ولسه جاية تضرب الرمح في قلب أختها. لكن بيوصل زي كانج في الوقت المناسب وبيوقف الرمح وبيقول لها إن القصة اللي حكيتها مش حقيقية، والحقيقة الوحيدة اللي يعرفها أو السبب فيها هو وانج. وده لأنه من 10 سنين هاجم الضفدع العملاق على الأرض، وهو وقتها اداله ضربة قوية عشان يخلص العالم من شره، لكن الضربة خلت شعاع النار اللي خارج من الضفدع يصيب الطيارة ويقسمها، وده اللي خلى الطيارة تتحرق وتقع قبل ما ينقذها وانج برضه وقتها. وساعتها بينجو الجمال الخالد وبيعمل قاعدة سرية تحت المدرسة، وفضل مستني رجوع حبيبته وأخيرا رجعت له. والمفاجأة إن الجمال الخالد ده هو مستر زي كانج دلوقتي، واللي بيقول لها إنه كان بيصبر نفسه على غيابها بالأكل، وده اللي خلاه بقى تخين وغير شكله، لكنه لسه بيحبها ومستنيها عشان يكملوا تحقيق أحلامهم، وبياخدها ويطيروا بعيد. وبيظهر إن وانج قدر يكتشف الحقيقة أول ما شاف زي كانج مع يو. وتاني يوم بيتكلم المعلم زي كانج مع الطلبة عن السيوف الروحية، وبيقول لهم إنها بتحتاج صيانة من وقت للتاني لأنها بتضعف، ويظهر إن أبطالنا الأربعة محتاجين يعملوا صيانة لسيوفهم، فبيتفقوا إنهم يتقابلوا في نهاية الأسبوع ويروحوا عند محل صيانة كبير. ولما بيروحوا المحل بيشوفوا لين هناك، واللي بالصدفة بتكون بتشتغل في نفس المحل عشان تعرف تصرف على نفسها، فبتاخد سيوفهم عشان تعمل لها صيانة. وبيتكلموا سوا، فبيسألوها عن أهلها، فبتقول لهم إن أبوها وأمها سابوها وهي وأختها لوحدهم، لكن وهي عندها 8 سنين أختها الكبيرة خرجت في رحلة وما رجعتش من يومها، عشان كده هي عايشة لوحدها وبتحاول تجمع فلوس عشان تشتري سيف روحي ليها. فجأة بيقطع كلامهم تانج اللي بيسخر من لين وفقرها وبيديها سيوف كتير عشان تصلحها. وقتها سون بتوقفه عن طريقة تعامله دي وبتقول له إنها معاها كارت العملاء المميزين، وهي اللي جت عند لين الأول وكانت هتقوم بعركة بين الفريقين، لكن لين وقفتهم وأخدت السيوف من تانج وقالت له إنها تصلحهم لأنها محتاجة الفلوس. طبعا أبطالنا الأربعة بيصعب عليهم حالة لين، فبيقرروا إنهم يعملوا لها سيف في نفس المحل ده بتاع تصنيع السيوف، فبيستخبوا لحد ما المحل بيقفل عليهم، وبالليل بيبدأوا هم الأربعة في صنع السيف وبيوريهم وانج التصميم بتاع السيف، وكل واحد منهم بيحط مواد من عنده عشان تدخل في تصنيع السيف. بس الغريب إن وانج بيجيب لهم التاج بتاع مستشار الشر اللي لقاه قدام بيته. تاني يوم الصبح لما بتوصل لين المحل بيعملوا لها مفاجأة بسيفها الجديد، وبتفرح بيه جدا وبتشكرهم عليه، لكن طبعا بيجي تانج وبيبوظ عليها فرحتها وبيسخر من سيفها الجديد، وبيقول لهم إنه خلاص عمل صيانة للسيف بتاعه ومن حقه كعضو مميز إنه يختبر سيفه مع أي حد يختاره. وطبعا بيختار لين عشان يكسر لها السيف بتاعها. سون بتقول له إنها هي كمان عميلة مميزة وبتطلب إنها هي اللي تجرب سيفها مع لين، لكن مدير المحل بيقول لهم إن تانج اختارها الأول فلازم هو اللي يتصارع معاها الأول. فبتستعد لين للقتال بسيفها الجديد وهي مرعوبة من تانج اللي بيجهز سيفه على أقصى درجة وبيعمل استعراض لقوة سيفه عشان يرعبهم. بس المفاجأة إنه مع أول ضربة لسيف لين بتنتقل قوة من سيفها لسيفه وبتمتص الطاقة الروحية اللي في سيفه وفيه هو شخصيا. ولولا إن وانج بيلحق الموقف بسيفه السحري كان تانج مات تماما، لكنه دلوقتي اتحول لهيكل عظمي بس واتدمر هو وسيفه. وبيجروا كلهم على لين عشان يطمنوا عليها وهي أصلا مش مصدقة اللي حصل، لكن يظهر إن قوة مستشار الشر اللي في السيف استدعت قوة تانية خفية وهيكون ليها عواقب مش تمام. وبتبدأ مع لين اللي بتكون مروحة بسيفها الجديد، وفجأة بتلاقي جنبها كائن عجيب كله اسود وفجأة بيسيطر عليها وبيوقع السيف منها. ودلوقتي بعد ما مستشار الشر سيطر على لين ودخل جواها وكمان اتحد مع قوة سيفها، دلوقتي بقى هو بيستعد عشان ينفذ المهمة اللي جاي لها، وهي انه يسيطر على عالم البشر وينقل كل الطاقة الروحية اللي فيه لعالم الشياطين، ويبدأ تنفيذ خطته من بكرة. وفي اليوم اللي بعده بيتبادلوا الهدايا واللي اغلبها عبارة عن تعويذ، لان ده يوم مرعب وبتحصل فيه كتير من الحاجات المرعبة. لكن طبعا المعلم زي كانج بيمنع الحاجات دي انها تتم في المدرسة وبياخد كل التعويذ. سون لما بتشوف كده بتفكر انها ترجع التعويذ دي لاصحابها. فجأة بتلاقي لين في ظهرها بتقول لها انها تساعدها ترجع التعويذ دي، بس لازم بعد نهاية اليوم الدراسي تقابلها بالليل في المدرسة. وبالرغم ان سون بتستغرب من طريقتها لكنها بتوافق. ودلوقتي ابطالنا الثلاثة بيكونوا مجتمعين سوا وبيتكلموا عن الاحداث الغريبة اللي هتحصل في اليوم ده. فجأة بتدخل سون عليهم وبتطلب من وانج يقابلها بالليل في المدرسة، لكن المفاجأة انه ما بيجيش لوحده، ده بيكون معاه جو هاو وتشين اللي بيكون مرعوب طول الوقت. وبعدها بيقابلوا لان اللي هدلهم على الطريق. بس المشكلة ان قائدة الظل بتقدر تحرر نفسها من السجن اللي تحت المدرسة، ويظهر كده انها ناوية تخرج تكمل خطتها اللي توقفت. وقتها بتحاول تخرج من مواسير الحمام، وقتها بيشوفها تشين وجو هاو وبيحسبوها روح شريرة فبيصرخوا وبيغمى عليهم. وكالعادة وانج بيجري ينقذ الموقف وبيرجع قائدة الظل لمكانها، فبتخرج من مكان تاني. ويظهر ان تشين وجو هاو هياخدوا وقت عقبال ما يفوقوا،
فبتقول لهم لين انهم لازم يكملوا المهمة بتاعتهم لوحدهم. وانج بيعرف ان قائدة الظل هربت تاني، فبيروح عند الاسانسير وبيعمل عليها سحره وبينزلها لأعماق الارض تاني، لكنها بتطلع تاني من البحيرة والمرة دي بتطير لفوق. اما وانج والسن فبيروحوا عند مراية القمر اللي بتعكس المستقبل، وفجأة لين بتضرب وانج بكل قوة وبتطيره بعيد. فبتعرف سن ان في روح شريرة مسيطرة على لين، فبتطلع سيوفها عشان تحاربه، لكن للأسف بيكون اقوى منها وبيكتفها، وبيقرر يستخدم قوتها عشان يفتح بوابة بين عالم الشياطين وعالم البشر. وفي نفس الوقت بتهجم قائدة الظل على سن تاني عشان تموتها، بس فجأة وانج بيجي ينقذها وبضربة قوية منه بيطير قائدة فريق الظل لبعيد عشان ما تعرفش ترجع تاني، وبيضرب روح مستشار الشر وبيرجعه لعالم الشياطين تاني وبينقذ سن في آخر دقيقة. بنروح بعدها على واحدة اسمها فوكس وعاملة برنامج عشان تجمع فلوس من الشباب بحجة ان المعلم بتاعها تعبان وهي بتعالجه. المشكلة ان تشين واحد من ضحاياها وعمال بيديها فلوس كتير ويديها هدايا أثرية من بتاعة أبوه. على الناحية التانية بنشوف شويي عامل اجتماع لكل قادة عالم البشر عشان يتناقشوا في موضوع البوابة اللي اتفتحت بين عالم البشر وعالم الشياطين واللي خلى كتير منهم يدخل عالمهم. كل واحد فيهم بيحاول يقدم حل، بس المشكلة انهم ما يعرفوش مكان الشياطين دول دلوقتي. فجأة بيظهر صوت غامض من وسطهم وبيقول لهم انهم ممكن يقبضوا على واحد من الشياطين وهو يدلهم على مكان الباقيين. وفجأة الصوت الغامض بيختفي من الاجتماع، وده لان المفاجأة ان الغامض ده هو صوت وانج نفسه اللي بيناديله جو هاو عشان يجي معاه ويلحقوا تشين. فبيروح معاه عشان يشوف الموضوع، فبيلاقوا ابو تشين بيزعق له في وسط المدرسة، وده عشان اللي بيعمله مع فوكس والفلوس اللي بيبعتها لها. لكن تشين بيحاول يضحك على ابوه وبيقول له انه بيديها فلوس عشان محتاجة تعالج معلمها. الاب وقتها بيسامحه، لكن فجأة بيسمع صوتها وهي بتكلم ابنه تاني، فبيتعصب وبيكسر التليفون بتاع ابنه وبيمنعه يكلمها. وقتها بقية الشلة بيتناقشوا في حالة تشين، وبتقول لهم لين ان الشياطين ممكن يتنكروا في صورة بشر عشان يسيطروا على عقول الناس، وهم متأكدين ان اللي بيكلمها تشين هي واحدة من الشياطين اللي بيمتصوا الطاقة، فبيروحوا له عشان ينقذوه. لكن مفيش فايدة، واضح ان الشيطان استولى على عقله خلاص وما بتنفعش معاه اي حيلة من اللي بيعملوها، لحد ما بيجي ابو تشين نفسه عشان ينقذ ابنه، وللمرة التانية بيكسر الشاشة اللي بيتفرج فيها على البرنامج. المرعب ان تشين بقى زي المدمن، ولما ابوه عمل كده قرر انه يستخدم الكابل ويعمل تعويذة تنقل طاقته الروحية بتاعته جوه البرنامج عشان يعيش مع فوكس على طول. وساعتها بنشوف العالم الافتراضي على حقيقته، وان فوكس دي فعلا شيطان وبتسحب طاقات البشر عشان تقوي روحها. تشين بعد ما عرف الخدعة وشاف الكائن المرعب اللي قصاده وحاول يهرب، وابوه مصدوم من اللي عمله ابنه وبيحاول انه يرجع طاقته الروحية لجسمه، لكن مفيش فايدة. وقتها بيدخل بطلنا وانج وبيقدر انه بضربة واحدة من ايده يدخل للعالم الافتراضي وبيضرب الوحش وبيرجع طاقة تشين لجسمه من تاني. وبكده بتنتهي البرامج دي وبيمنعوها عن البلد. وبتظهر مشكلة جديدة دلوقتي، وهي إن عيلة سون بقت بتعاني من أزمة مالية كبيرة، وبيحاول الأب يحل الأزمة بكل الطرق لكن مفيش فايدة. وبعد شوية بيجي لهم قرار من المحكمة بأنهم صادروا كل أملاكهم وهيشهروا إفلاسهم خلاص. على طول بتجتمع الشلة عشان يروحوا يطمنوا على سون وعيلتها. المفاجأة إنهم بيلاقوهم سكنوا في كهف بعيد، والسون بقت عاملة زي طرزان وبترحب بيهم وبتحكي لهم على خسائر شركتهم وفلوسهم بسبب شركة منافسة. المفاجأة بقى إن المنافسين دول هم عيلة تانج، وكل اللي حصل كان بسببهم. وطبعا ده كله تم بمساعدة واحد من قادة الشياطين اللي واضح إنهم بدأوا ينتشروا بشكل أكبر بين البشر. ولما بنرجع لسون بنشوفها وهي بتحكي لوانج مأساة الكهف اللي هم عايشين فيه، واللي كان من أملاكهم أصلا، وكان عبارة عن شلال كبير لكن المية فضلت تنقص فيه لحد ما اختفت تماما. فبيقول لها إنهم ممكن يساعدوها هي وعيلتها، لكنها بترفض وبتقول له إنها هتعتمد على نفسها وهتنقذ عيلتها. وفي الطريق وهم مروحين بيلاقوا عربية جاية بسرعة عليهم، ولما بيوصلوا القطر بيشوفوا في الأخبار إن عيلة تانج هتشتري كل ممتلكات عيلة سون ومن ضمنها الكهف اللي هم عايشين فيه، وهيعملوا احتفال كبير بين العيلتين. ساعتها الشلة كلها بيقرروا يرجعوا بسرعة على السن عشان يمنعوهم إنهم يمضوا العقد ده. ويظهر كده إن تانج كان متوقع زيارتهم، فخلى أصحابه يستقبلوهم ويرحبوا بيهم بطريقتهم عشان يمنعوهم إنهم يدخلوا لهم. وبتبدأ منافسة قوية بينهم، لكن وانج بيسيبهم وبيجري على السن علشان يلحقها، وفعلا بيقدر يلحقها في آخر دقيقة قبل ما تمضي. لكن فجأة بتلاقي أبوها بينده عليها عشان ترجع تمضي العقد زي ما وعدته امبارح. وهنا السون بتقول لوانج إنها لازم تنقذ عيلتها وترجع تمضي العقد، لأن أبوها وأمها طلبوا منها تنقذ اسم العيلة وأجبروها على كده. فبيمشوا كلهم ويسيبوها وهم زعلانين من اللي حصل. لكن فجأة وانج بيلاحظ حاجة غريبة في البحيرة، ولما بيشوفها بيلاقي واحد من قادة الشياطين بيمتص الطاقة الروحية من الأرض والبحر لحد ما بيجففهم. لكن دلوقتي وانج قدر يمسكه وكمان خلاه يرجع كل الطاقة اللي أخدها. وفجأة لقوا الدنيا نورت من تاني، والشلال رجع ينزل بغزارة والزرع طلع.
كلهم اتفاجئوا من اللي حصل قبل ما تمضي السن العقد، بس المفاجأة الأكبر إنهم لقوا أسهم شركات السن بدأت تزيد بقوة، وشركات تانج فضلت تخسر لحد ما فلست. وساعتها بيوصل شويي وبيطلب من عيلة تانج تيجي معاه لأنهم مقبوض عليهم بتهمة التعاون مع واحد من قادة الشياطين، وبكده بترجع كل حاجة لأصلها. تاني يوم بيتعمل مسابقة السيف الروحي، وبتكون الجايزة تذكرتين للفضاء، ويظهر كده ان في واحد من قادة الشياطين بيراقبها، وطبعا ناوي يستغل المسابقة علشان يجمع الطاقة الروحية. المهم ان السن بتكون هي اول واحدة في المسابقة، وبتعمل استعراض بالسيف الروحي بتاعها، والاستعراض بيكون ماشي حلو جدا وكلهم مبهورين بمهاراتها في تحريك السيوف. لكن فجأة وبعد ما قسمت السيف ل7 وحدفتهم لفوق، ساعتها بيتدخل الشيطان ده وبيغير اتجاهات السيوف وبتروح في كل اتجاه، وبتهدد حياة الناس كمان، وكانت هتعمل كارثة لولا ان المعلم زي كانج أنقذ الموقف. سون بتتضايق من اللي حصل والإحراج اللي اتعرضت له، لكن لان بتهون عليها وبتقول لها إن ده أكيد عيب السيف وإنه محتاج يروح الصيانة. وقتها عدد المشاهدات للبرنامج بيزيد جدا، وبتزيد معاه الطاقة الروحية والحماس، بس وقتها وانج بيفهم إن الموضوع وراه سر. ودلوقتي بيجي ميعاد المتسابق اللي بعدها، واللي بيكون تشين ومعاه جوهاو، وبتكون المسابقة بينهم إن تشين هيغمي عينه وجوهاو هيصوب عليه بالسيف بتاعه. وطبعا بيتدخل الشيطان تاني وبيخلي جوهاو يخطئ التصويب لدرجة إنه كان هيفتح دماغ صاحبه، لكن لحق نفسه في الوقت المناسب ووقف السيف. وطبعا الكارثة دي خلت المشاهدات تزيد في القناة والطاقة الروحية ترتفع. ومن بعدهم بيكون الدور على إيزابيل من الفريق التاني، والغريب إنها بتعمل الاستعراض بتاعها بكل سهولة ومن غير مشاكل. وفي النهاية بيكون دور لان اللي بتدخل بسيفها الجديد عشان تعمل الاستعراض بتاعها، وفعلا بتقدر تتحكم في السيف بكل مهارة وبتعمل استعراض رائع، والكل بيكون مبهور لما بتعمل شجرة ضخمة فيها خضرة. لكن فجأة بتلاقي النار مسكت في الشجرة كلها والنار هتحرق المكان. سون بتجري عليها بأقصى سرعة عشان تنقذها، وبتقدر بقوة البحر بتاعتها انها توقف النار، وبترجع لين الشجر والخضرة من جديد بشكل احسن، وبرضه بتزيد المشاهدات. لكن واضح ان الموضوع ده ما بيعجبش قائد الشياطين، فبيروح على المسرح علشان يسيطر على كل الطاقات بنفسه، وفعلا بيعمل تعويذة التلاعب بالعقول وبينشرها على كل اللي بيتفرج في البرنامج في اي مكان في العالم، والمفروض انه بيقدر يسيطر على عقولهم ما عدا سون ومجموعتها اللي واقفين جنبه على المسرح. فبيستغرب وبيسألهم ليه ما أثرتش عليهم التعويذة، فبيرد عليه وانج اللي بيقول له إن تعويذته مش كاملة، وإنه غير مركز التعويذة وبقى المكان اللي هم واقفين فيه مش اللي هو واقف فيه. وبيتضح إن التعويذة اتعملت بس السن هي اللي بتكون مسيطرة على كل الناس، وده بيخلي الشيطان يتعصب وبيروح عشان يضرب وانج. لكن فجأة بيظهر مقدم البرنامج وبيدي ضربة يطلعه بره الكوكب. بس المشكلة بقى إن كلهم واقعين تحت تأثير التعويذة الجديدة وبيحبوا سن، وفجأة كل الجمهور بيقرب على سن وكأنهم عايزين ياكلوها، ومفيش أي تعويذة عايزة ترجعهم لوعيهم. في الوقت ده بنشوف قائدة فريق الظل محبوسة بعد ما رجعوها للسجن بتاعها، ولسه بتحاول تضحك على الحراس عشان تاخد المفاتيح وتخرج. فجأة بتحصل حاجة غريبة وبيظهر أثر تعويذة سن على الحراس كمان، وللأسف بتقدر إنها توصل للمفاتيح. ولما بنرجع لسن ومعاها وانج ولان، فهم لسه بيحاولوا يهربوا من الزومبي اللي بيجروا وراهم في كل مكان، وللأسف برضه بيعرفوا طريقهم وبيجوا وراهم. لكن وانج بيستخدم السيف بتاعه وبيخليه يطير بيهم لفوق لحد ما بيوصلوا لسطح برج عالي وبيستخبوا فيه. بس المرعب إنها بتلاقي الناس كونت زي سلم كبير وبدأوا يطلعوا عليه عشان يوصلوا لها، وفجأة لقى واحد بينطلق ناحيتها بسرعة الصاروخ وبيقول لها إنه بيحبها. والمفاجأة إنه بيطلع صاحبهم تشين، فبتقول له بتلقائية إنها مش بتحبه. فجأة بتلاقي التعويذة اتكسرت ورجع لحالته الطبيعية. ساعتها بيعرفوا إن الحل إن السن تقول لهم كلهم إنها مش بتحبهم، وفعلا بتصرخ بأعلى صوت في الناس اللي تحت وبتقول لهم إنها مش بتحبهم، فبيرجعوا لحالتهم الطبيعية. بس المشكلة إنه لسه في أكتر منهم بكتير تحت تأثير التعويذة. فبتحاول سن إنها تعمل فيديو تقول فيه للناس كلها إنها مش بتحبهم، لكن للأسف ما بتلاقيش شبكة، وده لأن قائدة الظل اللي يربط قاطعت الاتصال من البرج بتاعهم، وبتطلب منها تيجي عندها لو عايزة تستخدم البرج. كل ده وهي مش واخدة بالها من النيزك اللي نازل فوق راسها وطيرها لبره الكوكب كله. المهم إن وانج بيقول لهم إن الحل الوحيد إنهم يعملوا الفيديو ده في الفضاء، وهناك هيوصل أسرع للكل. والحظهم السعيد هو قدر ياخد التذاكر بتاعة الرحلة الفضائية من البرنامج بتاع المسابقة، وبكده يقدروا يروحوا الفضاء بسهولة. فبيركبوا هم الأربعة على السيف بتاع وانج وبينطلقوا، لكن تشين بيقول له إنه هيستنى هو ولان هنا يعطلوا الزومبي دول لحد ما وانج ياخد سن ويطلع بيها الفضاء ويعملوا الفيديو. وفعلا وانج بياخدها وبينطلقوا بسرعة قبل ما حد يلحقهم وبيوصلوا الفضاء. وبيبدأ وانج يسجل الفيديو لسن اللي بتقول إنها مش بتحبهم كلهم، وأخيرا التعويذة بتتفك عن كل الناس وبيرجعوا لحالتهم الطبيعية. الكارثة دلوقتي إنهم بيلاقوا نيزك ضخم رايح ناحية الأرض وعليه الشيطان ده وناوي يدمر الأرض كلها.
لكن وانج بينقذ العالم وبضربة واحدة من سيفه بيدمر النيزك واللي عليه. طبعا لما ملك عالم الشياطين بيشوف اللي عمله وانج، في واحد من المساعدين بتوعه بيطلب من المستشار بتاعه انه يبعت اضواء البعد على الارض، واللي واضح كده ان لها تاثيرات مدمره. والبدايه مع وانج والسن اللي فجاه بيلاقوا نفسهم محبوسين في مكان وتحولوا لاشكال ثلاثيه الابعاد، وده عشان يمنع وانج انه يدافع عن الارض لما يبعت مساعدينه يدمروها. شويي بيعمل اجتماع تاني بيجمع فيه كل قاده عالم البشر عشان يشوفوا حل في المشاكل الجديده، وده لان الشياطين اقتحموا عالم البشر وهيدمروا الارض خلاص. فبيقترح واحد من الملوك ان شويي يبعت فريق السحر عشان يخلصوا على الاشرار. المشكله ان فريق السحر اساسا مشغول في حمايه الشعب بعد الفوضى اللي حصلت، لكن شويي بيقول لهم ان الحل الوحيد للازمه دي هو وانج، لانه عنده طاقه قويه جدا يقدر يعمل بيها رياح عاصفه قويه واللي بيها يقدروا يمنعوا الاشرار من الدخول لعالم الارض. فبيرد عليه واحد من الملوك بانه عنده طاقه عاليه ويقدر يعمل عاصفه قويه هو كمان. في الوقت ده بيكون وانج بيحاول يكسر الحيطه عشان يخرجوا من الاوضه اللي هم فيها، بس المفاجاه انه بيلاقي نفسه بيتكرر بابعاد مختلفه، فبيعرف انهم محبوسين في طاقه ابعاد، وللاسف ان السيف الروحي بتاعه ما كانش معاه لانه خرج يضرب النيزك. وقتها ملك الشياطين بيفرح لما بيعرف ان وانج مش عارف يخرج من دايره الابعاد، وبكده مش هيقدر يمنع المساعدين بتوعه اللي بيدمروا الارض دلوقتي. وطبعا فريق السحر بيحاول يحمي الناس، ويظهر ان شوي عنده خطه تانية، فبيجذب نظر واحد من الاشرار عشان يستدرجه المكان بعيد، وده عشان يوديه عند المركز اللي هيعمله عنده العاصفه القويه. لكن لسه الاشرار بيزيدوا في المكان، ولسه وانج والسن بيدوروا على حل يخرجهم من دايره الابعاد، وبيقدر وانج يستخدم قوته ويدمر واحد من الابعاد اللي حواليهم. ويظهر ان العمده كان صادق في كلامه، لانه بطاقته القويه قدر يعمل عاصفه كبيره جدا، وفعلا بيقدر يسيطر شويه على الوضع وبيمنع الاشرار من دخول الارض. بس للاسف الموضوع ما بيستمرش كتير، لان ملك الشياطين بيبعت المره دي احجار قويه جدا على شكل نيازك، وبالرغم ان العمده بيحاول يصد واحد منهم، لكن بيظهر ان في منهم كتير جدا بيهجموا على الارض، وطبعا العمده ما بيقدرش يستحمل مهما كانت طاقته قويه. وانج والسن شايفين اللي بيحصل على الارض، فبيقرر وانج انه لازم يتصرف حالا عشان ينقذ الارض، فبيجيب المرايات وبيحطها قدام بعض عشان يقدر يكسر كل الابعاد، وبتنجح الخطه وبيقدر انه يكسر دايره الابعاد ويحرر نفسه هو والسن، وبيطلب منها تفضل مكانها وهو هيروح ينقذ الارض بسرعه ويرجع لها. ويظهر انه بيوصل في الوقت المناسب، لان الوضع بيتدهور اكتر والاشرار بيبعتوا طيور مفترسه كتير، وكمان الاحجار بتفضل تزيد. وقتها بيظهر وانج وبيستعد انه يقضي عليهم كلهم، لكن فجاه بتحصل حاجه غريبه، وبتظهر لين ملكه الفراشات وبتاخده معاها وبيختفوا هما الاثنين. وعشان نفهم لين عملت كده ليه هنرجع بالزمن 10 سنين لورا، لما كانت لين بتعيش بسلام في العالم بتاعها عالم الفراشات. وقتها كان ابوها بيدربها على الطريقه اللي تزود بيها طاقتها الروحيه. فجاه بيهجم عليهم مجموعه من الشياطين، فبيبعدها ابوها عن الخطر وبيحدفها لعالم البشر، وبيواجه هو الشياطين بنفسه. من ساعتها ولين بتعيش مع روح السيف بتاعها، ودي قصه لين اللي كانت بتحكيها لوانج، وبتقول له ان امبراطور الشر بيستولي على الطاقه الروحيه من كل العوالم وبيزود قوته، وانه خلاص استولى على عالم البشر فلازم يروحوا له سوا ويتفاهموا معاه. اما في عالم البشر فبنشوف شويي وهو مستني ظهور وانج اللي هينقذهم، والناس كلها مستخبيين وهم خايفين ومرعوبين، لكن فجأة بيلاقوا السن بتعمل فيديو بتحفزهم فيه وانهم لازم يقوموا يواجهوا بقوة وما يستسلموش للاشرار ويحموا ارضهم. ويظهر ان كلامها حمسهم، فبيقوموا كلهم وبيخرجوا من مخبأهم عشان يواجهوا الاشرار ويقتلوهم، وده بيعصب ملك الشياطين وبيسلط الاشرار بتوعه على سن واصحابها. وبنرجع لوانج ولين اللي بيوصلوا عند ملك الشياطين، والمفاجأة ان لين بتطلع خاينة وانها جايبه وانج اصلا عشان تسلموا ليهم في مقابل انهم يفرجوا عن روح السيف بتاعها. لكن مستشار الشر بيخليها تركع للامبراطور، ولما بيحاول يخلي وانج هو كمان يركع بيفشل، لان قوه وانج محدش يقدر عليها، وباشاره من ايده بيطير المستشار لبعيد. ساعتها ملك الشياطين بينبهر من قوته، لكن برضه بيسخر منها لانها اكيد مش قد قوته، وبيقرر انه يواجهه بنفسه، وبيطير بسرعه لحد ما بيقف قدامه وبيديله ضربه قويه. بس المفاجاه بقى انه بيلاقي وانج ولا اتاثر بالضربه دي اصلا. في نفس الوقت بنشوف سن واصحابها مش عارفين يعملوا ايه قصاد كميه الاشرار اللي قدامهم، لكن فجاه بتلاقي روح السيف بتاع وانج بيدمر كل الاشرار. فبتساله عن وانج لو كان بيواجه خطر، فبيقول لها ان اللي بيواجه وانج هو اللي اكيد في خطر دلوقتي. وفعلا بنشوف امبراطور الشر وهو بيتحدف بقوه على الارض، وده من تاثير ضربه وانج ليه اللي بيلحقه بالضربات من غير رحمه، والتاني منبهر من قوته ومش قادر يهزمه في القوه ولا في السرعه اللي بيضرب بيها، لحد ما بيقدر وانج انه يمسكه من قرونه ويحدفه بعيد. وقتها بنشوف لين بعد ما لقيت روح السيف بتاعها واخدتها عشان يهربوا، لكن فجأة بيلاقوا وانج وهو بيطحن الامبراطور. المفاجأة هنا ان المستشار بيظهر من ورا وانج وبيقول للامبراطور ان نقطة ضعف وانج في التميمة اللي في رقبته، وانهم لو شالوها هيرجع ضعيف تاني.
وفعلا بيشيل التميمة بمنتهى القوة، وهو فاكر انه بكده اخمد قوة وانج. ما يعرفش ان دي اللي اطلقت قوته الحقيقية وخلته في اقل من ثانية يدمر عالم الشياطين وكل المساعدين بتوعهم في كل مكان في العالم. ودلوقتي بترجع الشمس تشرق من تاني وكل حاجة بترجع لأصلها، وكلهم بيفرحوا بالنصر أخيرا، وكمان زادت القوة الروحية لعالم البشر. وبيرجع وانج ومعاه لان للأرض ولسه طاقته اللا محدودة شغالة، وساعتها لان بتعتذر له إنها خانته وإنها مستنية العقاب، لكن وانج بيقول لها إنه مش هيعمل لها حاجة، وبيطلب منها بس تتصل بابوه عشان يجيب له تميمة تانية بسرعة قبل ما يدمر كل حاجة. وبترجع تاني الحياة لطبيعتها، وبترجع الشلة الأجواء المرح بتاعتها، وكل واحد بيرجع لمكانه عشان يبنوا البلد من جديد. وبيروح شويه يحرر الكلب الخارق زي ما وعده، بس المشكلة دلوقتي إنه مش هيعرف يرجع لعالم الأشرار اللي هو منه، لأنه خلاص ما بقاش موجود. بكده نكون خلصنا فيديو النهارده، بس لسه ما خلصناش قصة حياة الولد الخارق وانج. يا ترى ايه اللي هيحصل بعد كده؟ لو عاوزين تعرفوا ايه اللي هيحصل في المستقبل ما تنسوش تقولوا لنا رأيكم في الكومنتات. سلام.